يبقى احنا كده فهمنا ان انا اول ما الاقي كوليسترول عندي عالي، بدل ما اروح اجري على الادويه واخد الادويه تقوم مقلله الكوليسترول، لا، خد دواء طبيعي نص معلقه بس منه في اليوم، هتبص تلاقي فعلا نتائج الكوليسترول بتاعتك بتتحسن بعد 3 شهور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم يا جماعه عن حاجه من الالياف اللي بتدوب في الميه، مهمه جدا جدا جدا، وقد ايه بتفرق في الهضم. قد ايه الناس اللي هي بتبقى عندها مشكله في الشبع وبتقول انا عايزه اخس وبجوع على طول، الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، الناس اللي عندها الكوليسترول بتاعها عالي. الصمغ العربي من الحاجات الحلوه جدا. الصمغ العربي يا جماعه من الالياف اللي بتدوب في الميه، واي حاجه من الالياف اللي بتدوب في الميه اعرفوا ان هي من الحاجات اللي بتبطئ عمليه الهضم، فبالتالي تبطئ لي من افراغ المعده، فبالتالي تحسن لي من الشبع. الياف بتدوب في الميه من الحاجات اللي مش انتوا في ناس بتروح تعمل تكميم للمعده او ده تكميم طبيعي. فالصمغ العربي من الالياف اللي بتدوب في الميه، فبالتالي لما بتبدا ان انت تاخده، ايه اللي يحصل؟ يبدا ان هو في الجهاز اولا بيحسن الهضم، ثانيا يبدا ينفش في المعده. حلو، لازم اشرب وراه كوبايتين ميه كبار، يبدا يبطئ لي من الهضم اللي بيحصل ده، فيقوم معزز لي الشبع. المعده ساعتها مش هتخرج الاكل على طول. فبيبقى من الحاجات الحلوه جدا الصمغ العربي. الصمغ العربي مع الناس اللي عندها مشاكل في وظائف الكلى، او الجي اف ار بتاعك قليل وانت محتاج حاجه فعلا تحسن من وظائف الكلى، الصمغ العربي يكون موجود معاك، من الحاجات الحلوه جدا. طيب انا عندي مشكله في الهضم، الصمغ العربي بيحسن الهضم. عندي مشكله انا بجوع بسرعه، الصمغ العربي بيحسن الهضم. كوليسترول يا جماعه، الناس اللي عندها كوليسترول عالي، انت مش متخيل الصمغ العربي بيعمل ايه. الصمغ العربي بيمسك في الجزء من الكوليسترول العالي ده، فهو المفروض بينزل على الامعاء، فالعصاره الصفراويه بدل ما ترجع تاني لا ما تعرفش ترجع، فالجسم يعمل ايه؟ طب وهي ما رجعتش، هو عايز يصنع عصاره جديده، يصنعها منين الجسم؟ هيعمل ايه الجسم؟ يجيبها منين حضرتك؟ فيضطر يروح للكوليسترول الضار اللي موجود في الدم علشان يصنع لي عصاره جديده. وصلت؟ فالكوليسترول العالي، الصمغ العربي من الحاجات الحلوه جدا. وبدل ما تروح تاخد لي بقى ادويه من بره وتمشي بسرعه على ادويه والدكتور لازم اخد ادويه، امشي على الدواء الطبيعي. خد بس نص معلقه من الصمغ العربي على كوبايه ميه في اليوم، وشوف النتائج بتاعه الكوليسترول يا جماعه هتوصل ازاي. فالصمغ العربي من الحاجات الحلوه جدا، وكل الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده ابداوا دخلوه معاكم بالجرعه دي وشوفوا النتائج هتبقى عامله ازاي. وصلت؟